أي بأكثر من حكم شرعي هي عتق ورقبة. أنت بتحط مسلسل في أحاديث وأقوال مأثورة، وبعدين بتطلب من الصغار ما يشوفوا المسلسل، قال لأن في مشاهد، لأن كل مضامينه دعارة وجنس، وما بدي أحكي كلمة كبيرة. أقبح مشهد واحد بزني بزوجة واحد قدامه وبيطلع، شو هذا؟ لكن الحيوانات ما تسمح بهيك، بدك بشر تسمح بهيك؟ يعني بدك بالغ بس لا تزودها وتطير تماسيح بالسماء. العمى بعيونك شو مقرف ومبتذل. أنا متأكد هذا اللي مسوي هذا المسلسل إيراني، واللي هذا المسلسل وفر على أكثر من 88 قناة شيعية جهد ل3 سنين 4 سنين، وهم يحاولون تشويه المرأة السنية في العالم العربي. صوروا بلبنان تحت رعاية الكفيل الإيراني. بعدين الله يرضى عليك أنت حتصورنا مسلسل عن الحشد الإرهابي، عن جرائم الأسد، عن جرائم سليماني، عن نكاح المتعة أمتعيني، عن إرهابيي العوامية اللي أثخنوا فساد في المملكة وأمن المملكة، عن الحوثي الجرذ، عن حسن نصيرة. ولا بتخافوا ما تسترجوه؟ ولا أنتم بس اختصاصكم المتطرفين السنة مو المتطرفين الشيعة؟ أنت بدك تحارب داعش، حاربها يا أخي، بس مو بهالطريقة. بعدين أنت بتسمي المسلسل غرابيب سود، مأخوذ العنوان من آية قرآنية كريمة سورة فاطر على ما أعتقد: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الغرابيب عطف على جدد. شو معنى غرابيب؟ يعني صخور أو جبال شديدة السواد، يقال أسود غربيب. ليش المؤلف ربط آية قرآنية كريمة بالتطرف والإرهاب؟ ليش؟ سبب. بعدين حديث الرايات السود يا أخي ما له أصل باتفاق العلماء، وأتحدى أن أي عالم دين يقول هذا الحديث له أصل، من الألباني لكلهم قالوا ما مش موجود، هذا مش موجود، ما له أصل. اجى النظام السوري قتل 997 ألف سوري، داعش قتل 3000 واحد سوري، 1000 واحد منهم من شيعطات. بترك اللي قتل 997 ألف سوري وبحكي بس بحكي عن جهاد النكاح. يا أخي حرام هذا الأمر، حرام ما بجوز. دراما وين مسلسل يا بي؟ وين مسلسل ربيع قرطبة؟